سايبان الناس تسنى مسا فلا يهمل عليها شيء. ونتكرت فهمت. قال وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لؤي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. باب قصة زمزم وجعل العربي. حدثنا أبو النعمان قصة زمزم في قصة ماس والله العرب أجتوا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جعل العربي فاقرأ ما فوق 30 و100 وقول في سورة الأنعام. والله العرب خنبرون فقرأ ما فوق 30 وأن آية صدومي ولي و100 آية ربا صدومي ولي كرأي في سورة الأنعام. سورة الأنعام كيس الخسر الذين قتلوا أولادهم صفا بغير علم إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. باب من انتسم إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. نما إفرك سجدت كما بوتيسات إسلامنا خيستات والجاهلية. وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. وقال البراء النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. حدثنا أبي حدثنا عمش حدثنا عمرو بن مرة سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر أشرك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فير يا بني عدي ببطون قريش. وقال لنا قبيصة أخبرنا سفيان بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بن عباس قال لما نزلت وأنذر أشرك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائلا وجماعة. أخبرنا شعبا أخبرنا أبو الدرداء عن أبي أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله ويا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله. يا أم الزبير بن عوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكم من الله لا أملك لكم من الله شيئا سليني من مالي ما عشتم. باب قصة الحبشة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عرفة. حدثنا يا ابن بكر حدثنا ليس عن قيم بن شهاب النبوة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام من أن تغنيان وتوفي وتدريبان والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم صوبه فانتهزم أبو بكر فغشى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه فقال دعوهما يا أبو بكر فإنهما أيام عيد وتلك أيام منها. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسرني وأنا أنظر إلى بيته وهم يلعبون في المسجد فزجرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا وأمنا بني أرفدة قال نجيت رجال من أرفدة تبدا جيريا. باو من أحب ألا يسب نفسه. نما لبو شنين ساكن الرفم نفدي سنو تدبتنيا. حدثني عثمان بن ابي شيبه بن عبده عن هشام عن ابي انا عائشه رضي الله عنها قالت استاذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في اجاء المشركين قال كيف بنسبي قال حسان لا أسلنك منهم كما يصل الشعرة من العجين. وعن أبي قال ذهبت أصب حسان عند عائشة فقال لا تصبوا فإنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبي كافرة بيبسي إلى الرب سنة جديد. باو ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار وقوله من بعد اسمه أحمد. حدثني إبراهيم بن ذني قال حدثني معاذ عن مالك بن شهاب بن محمد بن جبير بن طيم عن أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرت أسماء عن محمد وأحمد وعن الماء الذي يم الله بالكفر وعن الحاشر الذي يشر الناس على كتم وعن العاقبة علي بن عبد الله بن سفيان بن سنان عن أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم ويشتمون مزمم ويلعنهم مزمم وأنا محمد. باب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أتنم بن سنان أتني سليم بن حيان أتني سعيد بن مينا عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل يوم سلم بأي كرجل بنى دار وفأقبل واسنا إلا موت لم فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موت إلا ابنة يزن أو تمن سيدنا إسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل يوم سلم بأ من قبلك مثل رجل بنى بيتا فأحسن وأجمل إلا موت لابنة من زاوية فجعل الناس يقولون به ويعجبون لا يقولون هلا أوديت هذه التي قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ليس من قيم شاب وتم ذبير نجد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن 63 قال من شاب وأخبرني سعيد بن مسيب مثله ميمتي سيجل خينيتي هاتي رواج خينية. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم نفسة عمر سنة شعبة وأنا عبيد عن محمد بن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم سيد بن المسيب أنا عائشة بن خردة أشكت ودها يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمه بسم الله يكن بكنيتي أتنا محمد كثير أخبرنا شعب بن مسعود عن سالم بن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بسم الله يكن بكنيتي أتنا علي بن عبد الله أتنا سفيان أيوب بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم سموا باسمي ولا تغتنوا بكنيتي. باب أتنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن رأيت سعيد بن يزيد
يزيد ابن 94 جلدا أما تسقلتمي أفري جبان أركجي معتدلا دليل فقال أبنتي. قد علمت ما متيت به سمي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابني أوتي شاك فادعو الله له قالت فتفت علي باب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أتنا محمد بن عبيد الله أتنا خاتم عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمع يزيد قال ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يا رسول الله ابن اختي وقع فمسى راسي ودعا لي بالبركه وتودأ فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهري فنظرت الى خاتم بين كتفي وقال ابن عبيد الله العجلة من حجل الفرس قام ما فردان رأيا الذي بين عينيه إجسال من جد كتاتيا وقال ابراهيم بن حمزه لكي قال ابن عبيد الله لكجي الحجلة حجلاس من حجل الفرس قارو من فردان رأي الذي بين عينيه إجسال من جد توان أديتك قارو من تكو خجد جرسل الرأي وقال ابراهيم بن حمزه مثل زر الحجلة أكا قبدو ساترا خنتاتيجي باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابي مليكة عن عقبة بن حارث قال صلى ابو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى حسن يلعب مع الصبيان فجعل ولادته وقال بأبي شابين بالنبي لا شبيه بعلي أكنجا وعلي يدعى قاتنا مجنون ساتنا زين اسماعيل ابي جويبة رضي الله عنه قال اتنا سلم وكان حسن يشبه عمرو بن علي اتنا ابو الفضيل اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت ابا رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن بن علي عليهما السلام يشبه وقلت لابي جويبة صف له لي قال كان ابيض قد شمت وامر النبي صلى الله عليه وسلم قالوسا ب13 قالوسا قال أخر سدي قال فقلت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نقبضها حدثنا عبد الله بن رجان حدثنا اسرائيل بن ابي اسحاق وهب بن ابي جحيفة السؤائي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفتي السفلى العنفقة حدثنا عيسى بن خالد حدثنا جريز بن عثمان انه سأل عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيئا قال كان في انفقته شعرات بيض حدثنا ابو بكر قال حدثنا ليس عن خالد بن عن سعيد بن ابي هلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن قال سمعت انس بن مالك ياسم النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهك ولا عدم ليس بجاج قطط ولا سبط رجل أنزل عليه هو ابن 40 فلبس مكة سنين فينزل عليه بالمدينة 10 سنين وقبض وليس في رأسه وليته 20 شعرة بيضاء قال ربيعة فرأيت شعرا من شعري فإذا هو أعمر فسألته فقيل احمر من الطيب. حدثنا عبد الله بن صهبان مالك بن انس ربيعة بن عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل بائن ولا بالكثير ولا بالابيض الاعمق وليس بالادم وليس ولا بالصوت باسه الله لا سر بين تفاكا من مكة اجل سنه وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله وليس في راسه وليته اجل شعرة بيضاء. حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله بن ابو اسحاق بن مسعود بن ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي سعد سمع البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالكثير. ابو نعيم قال سألت عن أنس هل ختم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما كان شيء في صدخيه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ربا بعيدا ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في علة عمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. وقال يوسف بن إسحاق عن أبي إلى منكبيه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير بن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل كمريتنا الحسن بن مسعود أبو علي حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمفسدة حدثنا شعبة الحكم قال سمعت أبا جيبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى البطائف فتودع ثم صلى الظهر ركعتين ولس ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد فيه عون عن أبي جيبة قال كان يمر من وراء المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون مدينة بناها أبو جعفر المنصور كجنتكوتو جاره جنتا يأخذون بيدي فيمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيدي فودعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب وراية من المسك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقى في كل ليلة من رمضان فإذا رسل القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من رأي المرسل. حدثنا يا ابن موسى حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال خبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تسمعي ما قال المدلج لزيد وأسامة وراء أقدامهما إن بعد هذه الأقدام من بعد أيام بكينة ليس نكن شاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تغلب أن تبرق فلما سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة القمر وكنا نعرف ذلك من وجهنا وتمن سيدنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن أبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعيست من خير قرون بني آدم فقال حتى كنت من القرن الذي كنت مع وجهنا وكانت ليس عيون بن شهاب قال وبني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من عباس رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشرك يفرقون رأسه وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة الكتاب فيما لم يأمر فيه بشيء ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدان عن أبي حمزة عن مشي عن أبي وائل عن مسروق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا عبد الله بن مسعود أخبرنا مالك بن شهاب بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسر وما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله بها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سلمة انس رضي الله عنه قال ما مسس صريرا ولا ديباجا الين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريح قط او عرفا قط اتي من ريح او عرف النبي صلى الله عليه وسلم اتنا مسدنا يا عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في حضرياتنا وبمشاهدتنا وابن مهدي قال اتنا شعبة مثله قال اتنا شعبة مثله وإذا كره شيء عرف في وجه ثاني علي بن جابر أخبرنا شعيب أن عامش عن أبي هازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مع عرب النبي صلى الله عليه وسلم طعما قد مثله بمتي محمد بن بشار جرخينيا آتي مسدد قنا حدثنا قتيبة سيدنا أبي بكر البدري عن جابر بن أبي عن عرج عن عبد الله بن مالك بن بينة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى يبتيه وقال ابن بكير حدثنا بكر قال ترى مصنف يقول حدثنا بكر بياض يبتيه حدثنا عبد الله حدثني يزيد بن زريع حدثنا سيدنا قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض يبتيه وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه الله سبحانه وتعالى حدثنا محمد بن سابق سنة مالك بن مغول قال سمعت عن النبي جبت ذكر عن ابي قال دفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم في قبة كان بلا اجرة خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فاخرج فدل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه ياخذون منه ثم دخل فاخرج الانزة وخرج رسول الله كان ينظر الى وبيس الساقي فركز الانزة ثم صلى الظهر ركعتين ولا ركعتين يمر بين يديه الحمار والمراد والثاني حسن بن صبان البزار حدثنا سفيان الزهري وروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد أحسى وقال ليس يونس بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أنها قالت لا يعجبك أبو فلان جاء فجلس إلى جانب يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أصبح وقام قبل أن أجد الصبح ولو أدركت لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمع الحديث